لو جبت بطيخه زي دي وما طلعتش حمرا قوي اوعي ترميها، سيبيها وتعالى اقولك هنعمل بيها. هتقطعيها كده، اضربيه في الخلاط، اضربيها في الخلاط، ولو مسخه زوديها سكر. وطبعا ده مش لونها، هقولك على لونها في اخر الفيديو ان شاء الله. جهزي بقى كيس ايس كريم. هتفضي كيس ايس كريم على البطيخ وهنضربه، هنقعد نضرب فيه كده يجي 5 دقايق. هضربه واوريكم شكله عامل ازاي. ده شكل البطيخ اهوت بعد 5 دقايق تقريبا او اكتر. هيبقى شكله كده، وهدخله الفريزر واوريلكم ان شاء الله بعد ما يخلص. هتشوفوا احلى ايس كريم وسر اللون هقولكوا عليه في اخر الفيديو ان شاء الله. ده شكل البطيخه بعد ما خلص، جيلات البطيخ شايفين الشكل جميل جدا. اقول لكم بقى على سر تاني من اسرار عمل الجيلات عموما. دي لما بتيجي تعملي الجيلات بتبقى جامده قوي. عشان تشيلي الجيلات معاكي بسرعه من التلج اللي هو فيه ده، حطها في ميه بتغلي. هنجرب بقى كده. هنفضي جيلات البطيخ اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان شكل جيلات البطيخه اهو، ولا رمينا البطيخه ولا حاجه، هنستفيد منها. عايزه اقولك على حاجه كمان. وانت بتعملي البطيخه لو هي لونها فاتح، اوعي تحطي عليها الوان صناعيه. هحط عليها ورقتين كاكاو وانت بتضربها في الخلاط هيطلع لونها احمر زي ما انت شايفه كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تجربوه، متبخلوش عننا بلايك ومشاركه للفيديو. شكرا.